إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم البيتكوين بالدارجة. حلقة اليوم عندنا ثلاث مواضيع. الموضوع الأول نتحدثوا على اللايت كوين وبطبيعة الحال البيتكوين. الموضوع الثاني نتحدثوا على المعادن الذهب والفضة. والموضوع الثالث نتكلموا على الكوفيد. إخواني أخواتي، بالنسبة لسنة 2023 تكلمنا عليها في آخر حلقة في 2022. يعني بكل صراحة قلنا أهم عملة بالنسبة لسنة 2023 هي اللايت كوين، طبيعة الحال أيضا البيتكوين. ولكن لماذا اللايت كوين بالضبط؟ اللايت كوين لأن عندنا الهالفينج، التوقعات بأن ارتفاع سعر اللايت كوين يعني إلى ما فوق $100. شيء آخر، أهم شيء، بأن اللايت كوين هي ثاني عملة رقمية، يعني ثاني بلوك تشين بعد البيتكوين. النشأة ديالها كانت سنة 2013، كاينه 84 مليون حبه، 72 مليون حبه كاينه الان في السيركيليتينغ. اخواني اخواتي، يعني تكلمنا عليها تقريبا ايضا قبل بضعه اسابيع، وقلنا حددنا مناطق $60 كان يعني احسن منطقه للدخول. شيء آخر، يعني كنلاحظوا مع مرور الوقت كثير يعني من الإخوة باغيين أيضا يدخلوا لهذه العملة هذه. اليوم كما شفتوا تكلمت عليها في الصباح وقلت لكم إخواني أخواتي، نسينا واحد صحيح بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا اللايت كوين. كما كتلاحظوا يعني السعر ملي تكلمت معكم كان 75، يعني مازال لنا في 75. شيء اخر قلت لكم اخواني اخواتي بان ولا بد غادي يكون عندنا تصحيح. آه، اهم شيء خاصنا نعرفوه بان في اللايت كوين غادي يكون عندنا جوج ديال السايكل. السايكل الاول يعني خاصنا نوجدوا راسنا فيه ان شاء الله في جونفي، باش نقدروا نبيعوا ان شاء الله، بحال اللي قلنا في ايضا في التليجرام تكلمنا مع الاخوه، باش اننا نقدروا نبيعوا ان شاء الله في افريل اوائل ماي، قبل ما يدامبوا عندنا الثمن. وبعد صحيح غادي ان شاء الله ولا بد خاصنا نعاود نشريو اللايت كوين باش بها ان شاء الله نمشيو للهالفينغ ديال 2025. اخواني اخواتي، اللايت كوين عمله قويه، وحتى لا كان يعني واحد الاغلاق بحال اللي قلنا الكوفيد، الا كانت مشاكل آه، في الاشهر القادمه، فاخواني اخواتي البيتكوين واللايت كوين هاد العملتين بالضبط كيمكن لهم يتعافوا بسرعه. اخواني اخواتي، مش نضربوا فقط واحد الملاحظه. كما كتلاحظوا يعني 2020 هذه كانت دائما في الذاكره ديالي، لان عشت هذه المرحله هذه ديال الكوفيد. يعني السعر نزل تقريبا حتى ل $3000، يعني من $9000 يعني تقريبا في يوم واحد نزل ل $3000. هنا ما يمكنناش نقراها مزيان لان داير اول، ومن بعد يعني ما كاملاش حتى 3 اسابيع اخواني اخواتي عاوتاني رجعنا تقريبا ل $10000. فلهذا اخواني اخواتي 2023 عاد دخلت، يعني خاصنا نكونوا، ماشي نقول لكم حذرين، ولكن يعني خاصنا نعرفوا نستثمروا بلا باقة. يعني الى هاد العملات البيتكوين واللايت كوين حتى لا كان واحد الدامب واستثمر فيهم ما عندي علاش نخاف، لان من بعد ان شاء الله غادي يديروا واحد الصعود ويعطوني ارباح قويه. ولكن اخواني اخواتي انا كان كنأكد اكثر على اللايتكوين، لان اخواني اخواتي البيتكوين ما يمكنلوش يتضاعف، ربما يقدر نوصل 30,000 هذا العام، يعني شيء ماشي صعب. في حين ان اللايتكوين يمكن لا يتضاعف السعر ديالها مرتين ولا ثلاثه. فلهذا اخواني اخواتي كنت دائما في الاسابيع الاخيره كنقول لكم الله يجازيكم بخير. هذه اول شيء ماشي نصيحه استثماريه، كنقول لكم فقط الراي ديالي وعلى حسب التجربه ديالي والاشياء اللي عشتها في الهالفينغ 2017 2021. يعني النتائج اللي استخلصتها منها كنحاول نشاركها معكم. فلهذا اخواني اخواتي يعني بكل صراحه يعني كان احسن سعر يعني $60. شيء اخر، الا وصلنا لمناطق $60 يعني الا كان شي سبب ونزلنا عاوتاني لهاد الاسعار هادي اخواني اخواتي، فهذا غادي تكون منطقه جيده للشراء بقوه. شيء اخر، كما كتلاحظوا مازال عندنا واحد ترند تصاعدي. قلت لكم بان انا كنسين واحد تصحيح، يعني تصحيح على الاقل
يعني مناطق 71 دولار ولا بد خاصنا نزورها، ربما ايضا في الايام المقبله، لان ما نساوش غادي نتكلموا عليها من بعد، مع المشاكل ديال الكوفيد اللي بدات كتبان في الايام ولا الاسابيع الاخيره. ربما تكون عندنا واحد الزياره لهذا الترند هذا، ولكن اخواني اخواتي الان 74 دولار فهي غير مناسبه، فلازم خاصني نسين يعني اماكن 70 دولار الى ما تحت. شيء اخر، نمشي نضرب واحد الاطلاله فقط سريعه للبيتكوين. اخواني اخواتي اللي بغيت نشاركو معكم، أه، تحدثنا في الاسابيع الاخيره قلنا الايجابيه كاينه، التعافي كاين، ولكن انا شيء واحد فقط اللي خايف منه هو الكوفيد. الا كان الاغلاق ديال المطارات، هذا على حسب النظره ديالي. علاش كنقول بان ايجابيه؟ لانني بنيتها على شيء واحد: الفيدرالي ما بقاش مهم، ما بقاوش نديوه في سعر الفائده. اخواني اخواتي، اللي كيتكلم لكم على سعر الفائده هذا شيء من الماضي. علاش؟ لان ما بقاش غير الدولار، كاين عندنا تضخم ايضا في اوروبا. يعني الاورو اللي لاحظتوا حتى هو بدا كيطلع. علاش؟ لان كاين ايضا رفع سعر الفائده بالنسبه للبنك الاوروبي. هذا يعني ارتفاع للأورو. يعني الدولار ولا عنده جوج المنافسين، ولا عنده الأورو، ولا عنده أيضا الذهب. مرة أخرى الدولار الآن عنده منافسين: الذهب والأورو، والناس بزاف مشاو كيستثمروا في الذهب وأيضا الأورو. فلهذا إخواني أخواتي، يعني الدولار الآن ماشي هو كل شيء. شيء آخر، الآن كما كتلاحظوا عندنا صعوبات. يعني منذ النزول اللي حدث عندنا في حادثة الاف تي اكس، ما قديناش نعاود نتجاوزوا الاي ام اي ديال 100 يوم الاخيره. اخواني اخواتي كما كتلاحظوا، يعني دائما كانت عندنا الريجكشن. وشنو كتلاحظوا الان؟ الفريم 4 ساعات مازال عندنا الريجكشن. فلهذا اخواني اخواتي انا كان بالنسبه لي ربما نشوف واحد التصحيح. اخواني اخواتي انا كنتكلم فقط على التصحيح، ما كنتكلمش على الكراش. الكراش عندي حالة واحدة: إلا قدر الله كان شي حادثة بالنسبة للكوفيد. هذا شيء يعني صعب أي واحد باش يعني يتوقعه. فلهذا إخواني أخواتي، إلا كانت إن شاء الله في الساعات القادمة ولا غدا كان إن شاء الله عندنا تصحيح، يعني التريث، عندك الفرصة باش إن شاء الله نحاولوا نبدا ندخلوا جزئيا. ها، لأن اللي ما دخلش ب 60 دولار ما نجيش نقولوا دخل دابا بالمال ديالك كامل، لا. كنستثمروا دائما يعني على دفعات، والافضل الدفعه الاولى تكون يعني اقل دفعه باش نشوفوا السوق فين غادي بينا. لان احنا يلا كان الانطلاقه ديال 2023، النيه كاينه، ولكن خاصنا نشوفوا صانع السوق واش تا هو داير النيه ولا لا. والان اخواني اخواتي نمشيو ندربوا واحد الاطلاله على الذهب والفضه. اخواني اخواتي، كاين هناك واحد الشيء جيد اللي كيعجبني، لان كان الان الحمد لله كنشوف بان كاين بزاف ديال الشباب اللي كيبغيو يستثمروا في الذهب والفضه. اخواني اخواتي كما كتلاحظوا، الا مشيتوا للفيديوهات القدام هذا هو المسار اللي كنت داير. يعني الفيديوهات موجودين، اللي بغى الفيديو يكتبها لي راه نصيفط لك اللينك ديال الفيديو. الفيديوهات اللي تكلمت عليهم وقلنا بان اخواني اخواتي مناطق الدخول بالنسبة للذهب للاستثمار البعيد المدى غيكون هي هذه المنطقة هذه. وكما كتلاحظوا يعني الحمد لله السايكل شديناه من الأول. يعني كما كتلاحظوا الآن حنا في ارتفاع. أنا المنطقة بالنسبة لي القادمة هي منطقة 1900 دولار. 1900 دولار انا قلت لكم اخواني اخواتي كنت كنسينها تقريبا اواخر شهر افريل، ولكن الان الحمد لله يعني اليوم وصلنا لمنطقة 1825 دولار. ولكن ايضا بالتأكيد عندنا الجمعة الماضية وصلنا 1823 دولار. فهذه منطقة قوية. إلا قدرنا نجاوزوها المناطق، نوصلوا لمناطق 1845 حتى ل 1850 دولار، فالطريق مفتوحة ل 1900 دولار في أواخر شهر يناير. أما بالنسبة للفضة إخواني أخواتي، هي أيضا تعطينا واحد المناسبة للربح القوي. إلا لاحظتوا مشينا شفنا فقط تقريبا في الأواخر ديال أكتوبر، إخواني أخواتي يعني ما كملناش شهرين ونص عندنا 35% ديال الأرباح. الكريبتو راه ما ربحتيش فيه 35%. ما عليناش. الشيء الجيد في الذهب والفضة، علاش كنبغيو نستثمروا في الذهب والفضة؟ باش نحميو الأموال ديالنا.
باش الا كانت خسائر في العملات الرقميه نعوضوا واحد على الاقل واحد الجزء منها بالنسبه للذهب والفضه. إخواني أخواتي، أنا هذا الفيديو الآن ملي كنتكلم فقط عن الفوائد. أنا قلت لكم مازال خاصنا ندخلوا نتكلموا، يعني بالنسبة للذهب والفضة غنتكلموا عليها إن شاء الله هذا الأسبوع هذه في هذا اليومين القادمين. خاصنا نخصصوا حلقة للذهب وحلقة للفضة، لأن إخواني أخواتي كان عندنا صعود قوي باش نقول لك الآن دخل الشاري. ولا لاحظتوا الذهب والفضة الفيديوهات راهم موجودين، ومشينا بنقطة بنقطة. الآن نبغي أيضا ندخل مع الإخوة اللي التحقوا بنا في الأيام الأخيرة، نبغي أيضا نتحدثوا مرة أخرى. ولذا خاصنا يعني بالنسبة للذهب خاصنا حلقة واحدة، وبالنسبة للفضة حلقة واحدة. ونوعدكم إن شاء الله هذا الأسبوع هذا بإذن الله غنتكلموا على هاد الموضوعين، يعني الذهب والفضة، ما هي مناطق الدخول. والآن الموضوع الثالث هو اللي تكلمت عليه البارح. نتمنى بأن ما نكونش خلعتكم، ولكن إخواني أخواتي، انا ايضا يعني لان عشت واحد 2020 كانت ماشي سهله. يعني بالنسبه للناس اللي في الغربه، شهر مارس كان الاغلاق، ما كناش عارفين شنو كاين. كان الاغلاق وشفنا كلشي نزل، ما كناش كنعرفوا لا غدا كيفاش غادي يكون داير. فلهذا اخواني اخواتي، انا بالنسبه لي خاصنا نردوا بالنا. وكما كتلاحظوا يعني اغلب الناس اللي كيتفرجوا فيا فهم مغاربه. وراك شفتوا بان المغرب يعني يقدر غدا ان شاء الله غدا 3 من يناير سمعنا بان المغرب يقدر غادي يمنع الطائرات اللي قادمين من الصين. اضف الى ذلك ايضا فرنسا وبريطانيا في اخر الاسبوع وهما ايضا غادي يبداو يديروا التيست بالنسبه للقادمين من الصين. يعني هذه فقط البدايه. يعني ربما في الاسابيع القادمه ربما هيتطور الامر الى الاسوأ. اخواني اخواتي، احنا غادي نبقاو اوبتيميستيك، يعني خاصنا نبقاو متفائلين. ولكن اخواني اخواتي التفاؤل رغم ذلك خاصنا نردوا بالنا. فلهذا اخواني اخواتي، علاش حنا قلنا يعني آه، 2023 على الاقل في الشهرين ولا الثلاث الاشهر الاولى خاصنا نستثمروا في عملات اللي قويين. الا استثمرت في البيتكوين واللايت كوين، الا نزل بيا السوق السعر غادي يتعافى بسرعه ونعاود نطلعوا للاعلى. ولكن الا مشيت كان انفيستي في عملات اخرين، يعني ولو عندهم بلوكتشين، لان اخواني اخواتي لاحظنا اللي جرانا مع السولانا. فكما كتلاحظوا يعني السولانا كانت فيها خسائر كثيره. فلهذا اخواني اخواتي، اهم شيء نصيحتي، هذه ماشي نصيحه استثماريه، انا فقط الراي ديالي، باننا في الست اشهر الاولى الواحد بالنسبه لي يمكن له يدير الدولار كوست افريج بالنسبه لللايت كوين والبيتكوين. اخواني اخواتي، هذا هو كل شيء بالنسبه لي اليوم. شكرا للمشاهده، والى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.